دول عرف قانون اوم. عارف قانون ايه؟ اوم. هيقول ايه بقى؟ هيقول لك قانون اوم بينص على مرور تيار كهربي شدته 1 ايه؟ امبير. 1 امبير في مقاومه قدرها 1 ايه؟ اوم. يبقى فرق الجهد كام؟ 1 فولت. 1 ايه؟ فولت. يبقى تعريف بسيط جدا على مخ الطالب هيعرف يجيب. طب حضرتك ركز قوي معايا وخليك معايا في النقطه دي. قلت له مثال، لو الجهد 220 مثلا والتيار 10 والتيار ايه؟ 10. اوجد المقاومه. دلوقتي عمل ايه؟ خلي المعرفه حطها في دماغه واستذكر المعلومه وجابها. تذكرت. بعد شويه عايز ايه بقى؟ عايز يفهم مستوى الفهم. لازم هيطبق القانون، فلازم يستخدم المستوى الثاني اللي هو مستوى الايه؟ الفهم. فهيقول اذا هو عايز ايه دلوقتي عندي؟ مديك التيار، مديك الايه؟ مديك فرق الجهد، ومديك المقاومه، عايز شده الايه؟ التيار. يبقى هو هيستنتج القانون اهو، هيكتب القانون قدامه، هيقول يبقى انا دلوقتي لو عايز شده التيار تساوي فيه على ايه؟ على ار، صح ولا لا؟ يقدر